السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم فيديو جديد مع احمد الشريف. حلقه النهارده بقى هنجرب فيها مطعم ساتاموني للفطير والبيتزا. ايوه هو زي ما بقول لكم كده اسمه ساتاموني. قول يا ستاموني قول. المطعم ده فتح في اسكندريه بقى اكتر من سنتين تقريبا. اول فرع ليه كان في شارع بورسعيد في الابراهيميه، وتاني فرع ليه بقى وده غالبا الجديد في شارع محمد نجيب في سيدي بشر. المنيو بتاعه طبعا كبير جدا، عنده بيتزا وفطير ومكرونه وكريب وفطير رول وحاجات كتيره جدا. طبعا لقيته عامل عروض كتيره جدا من اول نفر لحد 8 افراد، فانا لقيت بقى كده على العرض اللي هو ايه ثلاثي اسمه عرض البهز بيه اللي هو جميل راتب تقريبا، كان جميل راتب تقريبا في الفيلم. العرض ده عباره عن انك تختار 3 حاجات ويديك عليها بطاطس وبيبسي هديه او فطيره شوكولاته. طبعا انا اخترت فطيره الشوكولاته طبعا لان كده كده البيبسي موجود في البيت والبطاطس تحت المطاعم بتبقى كده كده اي كلام، ففطيره الشوكولاته طبعا هي اللي تبقى احسن اختيار. يعني العرض ده كان ب 220 جنيه. صراحه هو مش قافل لك الدنيا، يعني هو فاتح لك الاختيارات، عايز بيتزا عايز فطير عايز مكرونه وبالتوبنج اللي انت عايزه. فدي بصراحه لفته حلوه قوي لان هو مش كل المطاعم بتعمل كده، كل المطاعم بتعمل لك يا بيتزا بس يا فطير بس او سندوتشات معينه يعني. طبعا يعني بيقول لك طبعا تختار توبنج معين هو حاططه لك، ما ينفعش تنقي اي حاجه. يعني دايما يقول لك ايه السي فود خارج العرض، اللي مش عارف ايه الميكسات خارج العرض. لا هو هنا مش عامل كده بصراحه، فتح الدنيا على البحر، اختار اي 3 فعلا انت عايزهم. فدي بصراحه نقطه تشكر عليها المحل. نبدا باول حاجه بقى معانا وهي بيتزا التشيكن رانش. افتحها كده. للاسف طبعا مفيش حاطط البتاعه اللي هي بالصداده دي اللي بيحطوها، فلزقت طبعا هنا شويه. ماشي. جايب معاها بقى 2 كاتشب كده وشوكه بيتزايه كده، يعني حجمها متوسطه خالص، ما تقدرش تقول ان هي الحاجات اللي هي متوسطه اللي حجمها كبير، في العادي خالص. ناخد بقى ايه سلايس كده ندوق كده واحده، نقول بسم الله. بصوا هي حلوه جدا. صوص الرانش اللي مستخدمه ده جميل قوي، محليها مديها طعم جميل جدا. صوص رانش كواليتي نضيف يعني. الفراخ حجمها في المتوسط، ما تقدرش تقول ان هي صغيره او حجمها قليل ولا هي كتير قوي، في العادي يعني في رينج المتوسط. بس من التتبيله تتبيله حلوه جدا، تتبيله لا طعمها جميل كده، تجري ريقك كده وانت بتاكل. بصراحه عجبتني قوي. الخضار طبعا والحاجات حلوه. العجينه طبعا مش وحشه بس لا يعني اقل حاجه في الكواليتي في الحاجات كلها. يعني طعم العجينه نفسه قريبه من المطاعم اللي بتعمل بيتزا وفطير شعبي كده، يعني ما هياش حاجه جامده قوي زي بيتزا هات او الحاجات دي. عجينه عاديه جدا بسيطه خالص، بس هو المكونات بتاعت البيتزا بصراحه لا حلوه جدا ونضيفه جميله جدا. نروح بقى للي بعده ونشوفه عامل ازاي. تاني حاجه بقى هي الفطيره الشرقيه. انا جبتها من عنده بقى ايه ميكس صدق بسطرمه. نشوف بقى كده اللحوم عنده عامله ازاي. هنا بقى حط الصداده اللي ما كانش حاططها فيه، يعني هو هنا ما بتلزقش، التانيه بتلزق. حط دي هناك. انت غريب يا هاني، انت غريب غريب يعني. جايب معاه كده ايه شوكه وسكينه و2 كاتشب، حجمها يعتبر نفس الحجم بتاعت البيتزا برده في المتوسط. نشوف كده من جوه عامله ازاي. يعني كميه الحشو الى حد ما معقوله، بس انا مش شايف هنا بسطرمه، بس في بسطرمه هي على جنب. ماشي ندوق كده ونقول بسم الله. لا في طلعت بسطرمه هنا كنت شايفها، لا توزيعه مظبوطه. ندوق بقى ونقول بسم الله. حلو قوي. الفطيره جامده جدا بصراحه، دسمه كده مكوناتها تقيله وباينه. بس انا للامانه انا كنت لما جيت طلبتها منه في الاول في التليفون قلت له هزود على دي اضافه كيري، بعد كده قلت لا انا عايز اخلي الحاجه تطلع زي ما هي كواليتي الطبيعيه للناس كلها، قلت له الغي الاضافه. بس هي اللي جات لي بصراحه رغم ان انا مش محاسب عليها فيها اضافه كيري، يعني في كده جبنه كيري ليه، هو كده ليه عندي حساب الاضافه كيري بصراحه. انما كفطيره جامده جدا بصراحه. طعم البسطرمه والصدوق حلوين جدا، المكونات هنا اكتر شايفها اكتر حتى من اللي كانت موجوده في البيتزايه. فلا هو كده في الفطير بصراحه لا احسن من البيتزا بكتير. اجمالي كده التجربه كلها على بعضها في الفطير لا الفطير محترمه جدا. شايفين الحشو بتاعه كويس قوي بصراحه. فلا ساتاموني كده في الفطير كيفه اعلى بصراحه من البيتزا. هو ساتاموني بتاع الشرقي مش بتاع الكلام ده. عيني. بس كده نروح بقى للي بعده ونشوفه عامل ازاي. ندخل بقى على المكرونه. طبعا المكرونه كان عنده هو برده اصناف كتير، انا جبت اقل حاجه المكرونه اللحمه مفرومه. انا بحب بصراحه البشاميل باللحمه مفرومه ده كده. دي بتيجي كده بالشكل ده، حجمها الى حد ما معقول برده. ده شكل المكرونه. بتيجي معاها طبعا شوكه و2 كاتشب. انا عاجبني قوي ان هو بيستخدم كاتشب هاينز كده جميل جدا. شكل بقى كده المكرونه الجبنه اللي بتاعتها ايه كتير قوي ودسمه جدا ما شاء الله. انا الحقيقه ما بحبش الشوك دي بس يلا مش مشكله. الريحه حتى طالعه بتاعت المكرونه نفسها ريحه الوايت صوص حلو قوي. نسيت اقول لكم ان هو عنده وايت صوص وريد صوص اللي انت عايزه. يلا نقول بسم الله. بالنسبه للمكرونه حجمها حلو قوي، الجبنه بتاعتها كتيره وجميله جدا. الصوص بتاعها الوايت صوص ده جميل قوي حلو قوي. اقلهم في المكونات اللحمه المفرومه. مش هقول لك ان هي قليله ومش باينه، لا هي موجوده بس مش بكتير قوي. يعني حجم اللحمه المفرومه اللي المفروض تكون موجود في طاجن زي ده تبقى اكتر من كده شويه، بس انت حاسس بطعمها يعني موجود، طعمها مش وحش معاك. اجمالي بصراحه التجربه بتاعت المكرونه البشاميل دي حلوه جدا برده، ممكن اجربها تاني بعد كده. الجبنه والصوص بصراحه حلوين قوي. نروح بقى لاخر حاجه وهي الحلو ونشوفه عامل ازاي. فطيره الشوكولاته. طبعا هو قال فطيره الشوكولاته ما قالش فطيره النوتيلا، فبالتالي لو طلعت مش نوتيلا مش هنقدر نحاسبه. يعني بصوا بقى ايه شكلها صباح اللحوسه. لها بقى هو تقفيل حلو كده. يا اختي يا جدعان الدليفري، يا جدعان الدليفري عمل معانا الجلاشه.
ماشي هنحاول نتعامل بقى كده. الدليفري بقى كده ايه، نحوسها كلها في بعضها، خلاها طاجن مش فطيره. يلا هنحاول نظبطها، هنليسها يعني. طبعا انا مؤخرا بقى بحب اجرب الاكل في المطاعم نفسها، او حتى اجيب منه واكل بره على طول، بس تبقى حاجه تبقى سخنه او الكلام ده. طبعا حلقه زي دي وهو ما عندوش صاله تقريبا يعني، على ما اتذكر، مش متاكد الحقيقه كان هو عنده صاله ولا لا. حبيت اخد التجربه دي في البيت يعني، قلت ايه انجز بقى كده بصراحه في الوقت، رغم ان الاكل كان جاي سخن وكل حاجه من الدليفري، بس كعبل قوي فوق بعضه يعني، بس هو بصراحه جاي سخن يعني. يلا هندوق بقى كده حته من الفطيره. هو طبعا فطيره شوكولاته كده وجايب عليها من فوق وايت شوكليت تقريبا. يلا ندوق حته كده ونقول بسم الله. رهيبه، بره الشوكولاته وغالبا محشيه كمان من جوه الشوكولاته، حاجه دسمه جدا. خامه الشوكولاته بصراحه حلوه قوي، والفطيره كمان فيها كاستر كده والحاجات اللي هي الايه تزر الدنيا، ما تبقاش فطيره ناشفه ولا اي حاجه، لا فطيره طريه قوي. خامه الشوكولاته الى حد طبعا مش نوتيلا، احنا متفقين على كده من قبل ما نفتحها، بس الكواليتي اللي مستخدم بيها لا حلوه، ما هوش حاجه تجزعك جامد ولا حاجه بحدوقه كده ولا اي حاجه. لمسه الشوكولاته البيضاء حطيتها على الفطيره برده هنا حلوه قوي، مش وحشه، مديه اضافه للطعم، ما هياش كده زينه وخلاص يعني. اجمالا كده كفطيره شوكولاته حلوه جامده جدا بصراحه وتتجرب. وبس كده. طبعا الهدف من الحلقه زي دي ان احنا بناخد فكره كده من المطعم ده ان الكواليتي عنده عامل ازاي. طبعا الفطير كده واضح من الكواليتي سواء كان في الحادق او في الحلو انه رقم واحد عنده يعني. لو فطيره هتروح، لو رايح عند ساتاموني وفي عندك اوبشن انك تاخد فطيره ولا لا فالفطيره رقم واحد عندك في الترشيحات. المكرونات برده عنده مش وحشه، بس كان الحشو بالنسبه للحم قليل شويه، رغم ان اللحمه المفرومه دي كانت في العروض كانت تعتبر اقل نوع مكرونات في السعر يعني. كنت فوت طالما خدت حاجه عندك في السعر قليل، الاختيارات اللي انت حطيتها لي تديني قصادها كميه كبيره، بس ده ما حصلش. كميه اللحمه كانت قليله بس مش ضايعه خالص، ما انتش لاقيها او بتدور عليها، لا موجوده بس على قليل خالص. بس كان معوض ده بصراحه بالجبنه والوايت. بالنسبه للبيتزا معقوله كتوبنج حلو وكل حاجه، بس العجينه عاديه خالص يعني، ما فيهاش اي حاجه مميزه يعني، ما فيهاش اي كراست او اي طعم مميز خالص. التوبنج اللي كان حاطه بصراحه كان بتاع الرانش والفراخ، كان حلو قوي برده. لو العجينه ظبطها شويه البيتزا كانت ممكن تبقى في حته ثانيه خالص وتبقى احسن من الفطير كمان. ملخص الكلام كده، لا المطعم حلو قوي بصراحه، يتجرب تاني بعد كده. العرض اللي هو عامله ده بالنسبه للاسعار اللي احنا فيها دي حلوه جدا. طبعا لو هرشح لكم المطعم ده فلا حاولوا طبعا تظبطوه في العروض، لان غالبا معظم المطاعم دلوقتي لما تيجي تبيع اي حاجه يعمل لك منيو اسعار غاليه شويه ويحاول يعوضها لك حبه في العروض، فتستغلوا طبعا اي فتره فيها عروض. وبس كده، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ما تنسوش بقى الدعم بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم بخير الفيديو الجاي. السلام.